حطي السلك على عين البوتاجاز وارتاحي بقى من النمل والصراصير. الجو بقى حر، فتعالي اقولك على الحل السحري. الناس اللي بتعاني من النمل والصراصير الصغيره، النهارده جبتلك السر في قطعه من السلك هتحطيها على عين البوتاجاز وبجد هتدعيلي. الفيديو مليان حيل وافكار منزليه. يلا كده لايك حلو منك بسرعه، وما تنسيش تكملي معايا الفيديو الاخر عشان تشوفي كل الافكار وتخرجي مستفيده. وصلي على رسوله في التعليقات وخلينا كلنا نكسب حسنات. وتعالي نبدا مع بعض باول فكره. الفكرة رقم 1، هتجيبي كده قطعة من السلك البلدي وهتجيبي مضرب البيض. وتعالي اقولك على حاجة هنعملها مع بعض هتريح ايدينا جدا. هتجيبي بقى كده يا ست الكل السلك البلدي وتبتدي ان انتي تلفيه على مضرب البيض كويس جدا من جوه ومن بره وتثبتيه. طب دي هتريح ايدينا في ايه؟ هقولك دلوقتي. دي بقى لما تيجي تحطي ايدك كده جوه اي حاجه طويله ومتعرفيش تجيبيها للاخر، او ايدك مثلا بتبقى كبيره عليها، فتعالي اقولك على الطريقه دي سهله. ودي بديل للفرشه. في ناس كتير قوي بتجيب الفرشه وبتبوظ منها على طول. دي بقى احسن منها بكتير. تقدري تغسلي بيها الازايز، تغسلي بيها اي حاجه تكون طويله كده ايدك مش جايباها، زي ما انت شايفه كده، وتنضفيها بمنتهى السهوله من غير اي تعب خالص. بصي جايبه لحد اخر مكان. لو عجبتك الفكره الاولى تعالي كملي معايا وشوفي الفكره التانية. الفكره رقم 2، بواقي ورق الزبده. لو انت بتغلفي صينيه وتبقى معاكي قطعه كده صغيره، اوعي ترميها، هاتيها. وتعالي اقولك هنعمل بيها ايه. استخدام لاول مره هتشوفيه. هتروحي كده بقى يا ست الكل على كل الحنفيات اللي موجوده عندك واي حاجه استانلس زي ما انت شايفه كده، من غير ولا نقطه ميه ولا صابون ولا ميه ولا اي حاجه. الورقه ناشفه، وروحي لمعي بيها كل الحاجه اللي موجوده عندك من بقى الحنفيات، حنفيه الحمام، حنفيه المطبخ، اي حاجه استلس عندك زي ما انت شايفه بترجعها حرفيا بتلمع. طب انت حاطه الميه ولا ميه ولا اي حاجه خالص؟ جربيها وقومي دلوقتي جربيها وهتعجبك جدا. بصي بترجع الاستلس فعلا كانه لسه جديد بالظبط. بترجع اللمعه بتاع الخلاطات بتاعه الحنفيات. جربيها وهتعجبك جدا. تعالي بقى نشوف الفكره رقم 3. هقولك على حاجة وما تتخضيش من المنظر ده. انا عندي جنينة وبيطلع منها دبان كتيرة قوي. هقولك ازاي بحركة بسيطة جدا تقدري تموتي كل الدبان اللي بيدخلك من البلكونات او الشبابيك، او لو كان عندك جنينة او مكان زرع بيجيلك منه دبان كتير. جربي بقى الفكرة دي. هتجيبي كده معلقة صغيرة من السكر وشوية من القرنفل. طيب على فكرة الحركة دي ممكن تعمليها بالمبخرة، بس لازم تحطي ورق فويل علشان السكر هيسيح. فانت لازم تحطي قطعه ورق فويل، او ممكن تعمليها بالمعلقه زي ما انا بعمل كده. بتبتدي ان انت تحطي القرنفل مع السكر بيسخنوا، وبتلاقي القرنفل كده بدا يلقط ريحه سكر مع ريحه الدخان بتاعه القرنفل، بيقضي على اي دبان بيدخل عندك من الشبابيك او من البلكونات، وبيقعد فتره طويله عقبال ما تلاقي الريحه راحت، فما بيدخلش ابدا. الفكره رقم 4، تعالي اقولك على طريقه حلوه جدا تقدري ان انت تتخلصي منها من بواقي الزيت بدل ما تكبيها في الحوض. بتجيبي كده ورق فويل وتحطيها في الصفايه بتاعه الحوض بالشكل ده، وتسيبي الزيت يبرد خالص. بمجرد ان الزيت يبرد هتلاقيه كتل كده معاكي وبقى تقيل شويه. تقدري بقى ان انت تلمي ورق الفويل بالشكل ده وتيجي رميه في الزباله. كده مش هيتبهدل معاكي جوه الزباله، ولا كمان هتضطري ان انت تكبيه في الحوض والحوض بعد كده يتسد. تعالي نشوف الفكره رقم 5. لو بنوتك بقى لزقت حاجه في السجاد زي كده البان حلاوه، هقولك بطريقه سهله جدا تقدري ان انت تشيليها بصي في ثانيه كده. هترشي بيروسول كده رشه صغيره على قطعه اللبان او الحلاوه اللي لازقه في السجاده اللي مش راضيه تطلع دي. عايزه اقولك في ثواني هتلاقيها طلعت من غير اي مجهود ومن غير اي تعب ومن غير ما يتبقى ليها اي اثر على السجاده. جربي الطريقه دي هتعجبك جدا. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد. الجو بقى حر وبدا النمل يظهر وكمان الصراصير الصغيره. طب تعالي اقولك على الحل السحري اللي هيخلصك من النمل وجميع انواع الحشرات. الله يسامح اللي كان عارف الفكره دي وكان مخبيها علينا. هتجيبي قطعه من السلك زي ما انت شايفه على عين البوتاجاز وتحرقيها وتاخدي البودره بتاعتها الناعمه بالشكل ده. وبعد كده هتجيبي بقى صباع من الطباشير وتبتدي ان انت تبشري ناعم خالص جدا بالمبشره لحد ما يبقى عامل معاكي زي البودره. وتحطي عليه معلقه كبيره من البيكربوناتو ومعلقتين كبار من الدقيق ومعلقه كبيره من الميه وتخلطيهم مع بعض كويس جدا. دي بقى العجينه السحريه اللي هياكل منها النمل والصراصير. وعايزه اقولك هتلاقي الصراصير ناشفه في مكانها ومش هتلاقي اي اثر للنمل خالص. تحطيها كده في الاماكن اللي انت بتشوفي فيها نمل وحشرات. هنا بنجيب ملايه سرير وبتطلع في الاخر نوعها مش كويس، وتلاقيها وبرت كده وعملت وبر وبقى شكلها مش حلو. عايزه اقولك بالاختراع ده بقى هيشيل لك كل الوبر ويشفط لك كل الوبر اللي موجوده عندك في الملايه ويرجعها لك جديده. بس اهم حاجه ان انت تشغلي المكنسه على اقل سرعه
علشان ما تشفطش معاكي الملايه وانت بتعمليها. انا بنضف دايما عندي الملايات بالشكل ده اللي بلاقيها بتوبر وبتعمل وبره وبيبقى شكلها مش حلو. بعد ما بفرشها بجيب بقى المكنسه وبعملها بالطريقه دي. الطريقه دي حلوه جدا، جربيها في اي لحاف، في اي ملايه بتوبر عندك وعايزه تشيلي الوبر من غير اي مجهود، هتعملي الطريقه دي. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. هتجيبي قطع الفويل وهتعمليها كده على شكل دواير، دواير كبيره دواير صغيره على حسب ايه ما يبقى موجود عندك. انا عملتهم كده 3 دواير صغيره، بصي 3. تعالي اقولك هنعمل بيهم ايه، بس ما تنسيش اللايك الحلو منك بسرعه، يلا كده ما تبقيش بخيله. وتعالي شوفي الفكره دي هتريحك جدا وهتعمليها في مطبخك. هتجيبي كده كيس من الميه او كيس عادي وهتحطي فيه ميه، املي كده حوالي 2 كوباية من الميه بالشكل ده، وهاتي ورق الفويل وحطيها جواه. ورق الفويل اللي احنا كنا عاملينه كده على شكل الكور. تعملي 3 تعملي 4، المهم ان هو هتحطي كده جوه الميه وهتربطي الكيس كويس جدا، بس اتاكدي ان الكيس طبعا ما بيشرش ويبقى سليم. وروحي بقى كده على ضلفة المطبخ وعلقيه بالشكل ده. الفكرة دي حلوة جدا في ايه بقى، هقولك دلوقتي. بعد ما تربطيه كده باستك وتعلقيه عندك في ضلفة المطبخ او في وش الشباك اللي موجود عندك في المطبخ، عايزة اقولك مش هتشوفي دبان ولا الهاموش الاسود الصغير ده اللي بيبقى الدنيا صيف وبيبقى عندك مالي المطبخ. الفكرة دي حلوة جدا لان هو بيمنع الدبان، بالذات تحطيه كده في وش الشباك اللي بيدخل منه الدبان او في وش الباب بتاع المطبخ. ليه؟ لان هم لما بيشوفوا المية دي بيحسوا ان في مراية عاكسة في وشهم، فبيخافوا ان هم يتصدموا فيها فبيطلعوا من المكان ده. ممكن تحطي كيس او 2 عندك في المطبخ، بس اهم حاجة في وش الشباك اللي بيدخل منه الدبان.